وأنا عندي اقتراحات إن الجلسة تكون مغلقة وسرية لتعلقها بالشؤون العسكرية. وأنا شايف إن الموضوع ممكن نخليه ينقسم إلى قسمين: جلسة الليلة علنية ومفتوحة، لأن في مواضيع برضو لازم نتكلم فيها، والناس والشعب بتستمع إلينا في هذه المواضيع وما فيهاش سرية. جلسة بكرة الصبح بنخليها جلسة سرية وبيتكلم فيها الفريق فوزي عن كل الموضوعات اللي انتوا عايزينها. في اقتراح من أحد الأعضاء المقدم هذا لسيادتكم عبد العزيز حامد عضو المؤتمر القومي. أرجو عرض هذا الاقتراح على السادة الأعضاء لما قامت به القوات المسلحة يوم الأحد الموافق 8/9 من عمل عظيم دفاعا عن الوطن، مما أدى إلى رفع الروح المعنوية في العالم العربي كله. نرى إرسال برقية شكر وتقدير من المؤتمر القومي العام إلى القوات المسلحة، ولكم جزيل الشكر. بعتبر ان احنا ارسلنا للقوات المسلحة برقية شكر من اول المؤتمر، لانهم هم بيسمعوا للي موجود في المؤتمر وشافوا تقدير هذا المؤتمر للقوات المسلحة وتصميم هذا المؤتمر على تلاحم القوات المسلحة مع الشعب. السيد عبد الحميد جادو عبد الكريم فلاح أسوان، اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي الرئيس، السادة الزملاء أعضاء المؤتمر القومي، يسعدني باسم العاملين والكادحين إخواني الفلاحين والعمال أعضاء الاتحاد الاشتراكي بأن أشيد بالدور الذي لعبه رئيسنا المحبوب وصحبه الأحرار في بناء قواتنا المسلحة، ولعل ما شهدناه بالأمس القريب لعلامة بارزة. وفي هذا المجال أقترح الآتي: 1. ضرورة تدريب جميع قوى الشعب العاملة حتى سن 40 تدريباً عسكرياً متكاملاً خصوصاً الشباب، وإننا على استعداد بأن نضحي بالغالي والنفيس في سبيل حريتنا وكرامتنا وإعادة أراضينا المغتصبة، وفي سبيل النصر يهون البذل. 2. ضرورة التحرك بفاعلية مع الحكومات والشعوب العربية لوضع سياسة موحدة في مجال السياسة الدولية، والعمل على وجود خطة عسكرية موحدة لجميع الشعوب العربية لمواجهة العدو الإسرائيلي والصهيونية العالمية ومن وراءها. وشكراً. سلام عليكم. السيد محمود أحمد هاشم الشرقية، مدرس بمعهد الزقازيق الديني، اتفضل. سيادة الرئيس، حضرات الإخوان، أحييكم أطيب تحية وأرجو لكم سعادة أبدية دينية ودنيوية. وبعد، ففي هذه الأوقات العصيبة نحب أن نذكر مواقفنا الحبيبة والعجيبة التي انتصرنا فيها ونحن قلة على أعدائنا وهم كثرة، لنعرف هذه الأسباب، وإذا ما أخذنا بهذه الأسباب فتح النصر لنا أوسع الأبواب. إذا نظرنا إلى المعركة الأولى في غزوة بدر لوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يختبر إيمان القوم
وثقتهم بربهم، فطلب منهم هذا الطلب. أراد أن يقول لهم: أنحارب القوم اليوم أم نعود؟ وإذا بهم يقولون: يا رسول الله، والله ما نقول لك كما قال قوم موسى لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا وإنا هاهنا قاعدون، ولكننا نقول لك: اذهب أنت وربك فقاتلا وإنا معكما مقاتلون. ويقولون له: يا رسول الله، حارب من شئت وسالم من شئت، وخذ من مالنا ما شئت واترك لنا ما شئت، فوالذي نفسك بيده للذي تأخذه منا أحب إلينا مما تبقيه لنا. فلما التقى الجمعان واشتدت الرحى وبحر وطيس الحرب أرغى وأزبد، وخافت جيوش الكفر من كل مسلم، وخاف بنو الإسلام ممن تمرد، توجه خير الرسل لله شاكيا بلاء تغشاهم وكربا تجسدا، وما كان للمختار ينطق عن هوى، وما كان رب العرش يخزي محمدا، فأنزل أملاك السماء تحوطه، فكانت مع الإسلام جندا مجندا، وما زالت الأملاك ترمي سهامها على جيش أهل الكفر حتى تبدد. بهذا الالتفاف حول النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا التعاون التام، وبهذه التضحية، وبالثقة أولا في الله سبحانه وتعالى، تحقق هذا النصر للمسلمين، وكانوا قلة قليلة على أعدائهم الكثيرين، لأن معهم رب العالمين سبحانه وتعالى. أيا غزوة قد كنت درسا وعبرة ووعظا لمن بالوعظ والعبرة اهتدى، أبنت لنا أن التعاون سلم ينال به الإنسان مجدا وسؤددا، أبنت بأن المخلصين لربهم يكون لهم نهر العناية موردا، ومن يرتشف نهر العناية لم يخف جيوشا تعاديه ولم يخش حسدا. يا سيادة الرئيس، جربنا النصر مرة أخرى في هذا الزمن الذي نعيش فيه الآن في معركة بورسعيد، ولو أنه نصر سياسي إلا أنه على كل حال نصر حقق للشعب أسعد الآمال. وماذا كانت أسباب النصر؟ لقد تذكر سيادتكم وتذكرون جميعا أننا في هذه الأوقات التي مرت في معركة بورسعيد رأينا الشيء العسير، حلق الغدر فوقها فدهاها من سماها بالنار ذات الوقود، منظر يذهل العقول جميعا، شاب من هول وقعه المولود، إذ رأى الناس في سماها جحيما، وإذا أرضها غرابيب سود، وإذا الجو كله مكفهر فيه برق مروع ورعود، وإذا بالعدو يأخذ درسا قال: من بعد درسكم لن أعود، اتركوا مصر تسلموا من أذاها، اتركوا مصر في العرين أسود. أتدري ما السبب في هذا النصر؟ لقد ذهب سيادة الرئيس في هذه الأوقات الشائكة وفي تلك الليالي الحالكة، ذهب إلى مصدر الدين، ذهب ووراءه هذا الجمهور، ذهب إلى بيت العلم والعرفان والنور، ذهب إلى الأزهر المعمور، وهناك عند المحراب ناجى رب الأرباب، وفوق منبره الشريف دعا بهذه الدعوات التي اخترقت السماوات وصعدت إلى خالق الأرض والسماوات، فكان الله معه. وإذا كان الله معه لا بد وأن ينفعه، لا بد وأن يرفعه. وإذا الرئيس يقود شعبا قاصدا مددا من الحي المنير المقمر، حي الحسين بن الإمام، وجده خير البرايا نور عين المبصر، حي به نوران، نور شهيدنا في كربلاء ونور علم الأزهر. وبعد
فإننا بهذه الكلمة نحب أن نعرف هذه الأسباب التي كانت سببا في نصرنا لنحاول أن نعمل بها. فإذا ما عملنا بهذه الأسباب لا بد وأن يكون معنا رب الأرباب. إذا ما عملنا بهذه الأسباب لا بد وأن يأتي النصر لنا بأي سبب، ولو كنا أقل من هؤلاء الأعداء الذين تجمعوا. وقد أراد الله سبحانه وتعالى أن يطمئننا بعض الاطمئنان في هذه المعركة الحربية والبحرية الصغيرة التي دمرنا فيها الباخرة المدمرة إيلات. انظروا إلى هذا الزورق الصغير، دمر المدمرة الكبيرة والخطيرة التي لو تركت لأحدثت ما أحدثت. ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين لنا أننا إذا ما التجأنا إليه وإذا ما طلبنا المدد من الواحد الأحد الفرد الصمد لا بد وأن يكون معنا. وإذا كان الله سبحانه وتعالى معنا لا بد وأن ننتصر على كل عدو، لأنه أكبر من الأعداء، لأنه أكبر من كل هؤلاء. الله أكبر تبنينا وتحمينا وتجعل الخير يسعى في أراضينا مهما استعانوا بأمريكا عدوتنا والإنجليز، فإن الله حامينا. إن تنصروا الله ينصركم بعزته ويعطنا أرضنا العظمى فلسطين. ختاما أقول لكم إن موقفنا عند المعركة الحربية تغير عن موقفنا في المعركة الأولى التي جاءت فيها النكسة. ففي المعركة البحرية التجأنا جميعا إلى الله وعرفنا أن الله وحده هو على كل شيء قدير، أنه وحده المعز المذل، أنه وحده الفعال لما يريد. لذلك جاء النصر وجاء هذا العجب، وكان ذلك الحادث في شهر رجب. وقد تذكرت أن شهر رجب هو شهر خوارق العادات، فقلت في ذلك المعنى: يا شهر إسراء النبي محمد فيك المنى والبر والخيرات. يا شهر إسراء النبي محمد خلاص. يا شهر إسراء النبي محمد فيك المنى والبر والخيرات. عرفتنا أن الإله مهيمن يقضي القضاء فتخرق العادات. إيلات قد جاءت تدمر أرضنا وبزورق قد دمرت إيلات. هذه بشائر نصرنا لما صفت منا القلوب وصحت النيات. والسلام عليكم ورحمة الله.